السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. النهارده الفيديو ان شاء الله باذن الله فيه شوية افكار توفير حلوة جدا جدا، وهتملي بيتك خير من غير ما تحسي، وكمان هتخزني رمضان من غير ما ترهقي نفسك ماديا او جسديا. اول حاجة كده هبدأ بيها معاكم وهي التموين يا بنات. انا جبت تموين الشهر، فقلت ايه ما اوريكم كده ايه اللي انا جبته من التموين معايا. انا التموين يا بنات، اول حاجه كده الزيت، انا باخد ازازتين زيت، بس بصراحه الزيت هو نوع تاني غير ده. نوع مش فاكره اسمه، الفيروز او حاجه زي كده، بس ريحته مش حلوه بصراحه خالص. حتى مثلا لما بتيجي مثلا هتستخدمي مثلا في قليه او في شويه فول او كده، فريحته مش حلوه خالص. فانا قلت للراجل يعني اللي هو بتاع التموين لو يبدلهم لي وادفع، لو هدفع فرق. فهو بصراحه اداني واحده اللي هو تحيا مصر دوت، وواحده الممتاز. تحيا مصر دي كميتها قليله زي التموين، يعني حوالي 750 او 800 جرام. انما اللتر دي كان مكتوب عليها اللي هي الممتاز دي مكتوب عليها 1 لتر تقريبا، يعني هي برضو ممكن تكون 900، يعني مش لتر كامل يعني. الاتنين دول انا دفعت عليهم فرق 20 جنيه. الازازتين دول دفعت عليهم فرق 20 جنيه يا بنات عن زيت التموين. بس قلت على الاقل ما يبقاش ليهم ريحه. لو عايزه استخدمهم في الاكل هيبقى عادي، لو عايزه استخدمهم في، لو عملت مثلا صينيه كيكه بحبه زيت منهم يبقى عادي، بحيث انهم يبقى مش ليهم ريحه نفاذه يعني. طب ايه تاني معايا في التموين؟ باخد كيسين من السكر. لو انتوا شفتوا في المشتريات اللي بتاعت الشهر بتاعت الخزينه، انا كنت اساسا جايبه كيسين سكر. دول يا بنات انا بخليهم للحلويات، لاي صنف حلو، للرز بلبن، للحاجات ديت. انما السكر التموين انا بخليه بس للمشروبات، بس الحاجات السخنه اللي احنا هنشربها بس. ده بالنسبه للسكر. انا جبت معايا باخد كيسين من السكر، دول اللي بخليهم للمشروبات بس فقط زي ما قلت لكم. ادي الكيس التاني. دول الاربع اكياس دول بيكفوا معايا الشهر كله. طيب جبت ايه تاني؟ جبت الشعريه، كيس شعريه واحد بس للاسف، ده من التموين لان فرق العيش، يعني فرق العيش بيبقى غير مش بيدخل مع التموين يعني. جبت كيس واحد من الشعرية. قلت مش مشكلة، هبقى اجيب عليهم كمان كيلو من الشعرية اللي هي السايبة، يمشوني الايه الشهر. طب بالنسبة لفرق العيش يا بنات، انا كنت محتاجة خل، أنا مش كنت جايبة معايا في خزين الشهر خل. فجبت ازازتين من الخل، طبعا مفيش غنى عنه، سواء انا بستخدم فيها، بشيل واحدة للتنظيفات وواحدة للمطبخ. وجبت كمان معايا كيس مكرونة من القلم. حتى لو هتلاحظي ان المكرونة نوعها غير نوع الشعرية. الشعرية دي تبقى تبع التموين يعني، انما المكرونة مكرونة حرة. جبت كمان معايا كيس مكرونة اللي هي القلم اللي هي الفرن ديت، قلت برضو هتنفعني خلال الشهر. كده انا جبت معايا التموين، ازازتين الزيت، واتنين الخل، واتنين سكر، وكيس شعرية، وكيس مكرونة. ده كده بالنسبة للتموين بتاعي يا بنات، زائد الخزين اللي احنا كنا جايبينه مع بعض. يلا بقى بينا نشوف كده، نكمل الفيديو وناخد افكار حلوة ان شاء الله بإذن الله. بصوا يا بنات، انا جبت فرخة. الفرخة ديت عاملة كانت عاملة 165، لان احنا عارفين ان الفراخ شدت معانا خلاص. كانت فوق ال2 كيلو. انا جبتها وقسمتها كده على نصين بس بالطول. انا قسمتها ليه؟ انا بديكي فكره ان انت ممكن تجيبي الفرخه تعمليها على مرتين في الاسبوع، يبقى شكلها حلو في السفره او في الاكل بتاعك. يعني انت مثلا لو جبتي النص فرخه وعملتيها كده على بعضها، وحطيتيها في نص الصينيه، وعملتي مثلا جنبها حبه رز اصفر، حبه محشي، لو حابه محشي ورق خس، وحطيتيهم كده في وسط الصينيه، ورحتي حاطه الاكل كده حواليهم، هيبقى منظر الاكل في منتهى الجمال. ونلاحظ ان العين دايما بتاكل قبل الفم يعني. بصوا كمان اللي هنا النص فرخه انت ممكن تقطعيه او تقسميه على 4 افراد، هيبقى مرتاح معاكي. وخاصه إن الفرخه عندنا ما شاء الله كبيره. نيجي بقى للخضار الاسبوعي. انا جبته بس ما حبيتش اعمله فيديو لوحده، قلت هدخله في وسط الروتين البسيط دوت. بصوا يا بنات، الخضار ده كله انا تقريبا جايباه بحوالي 150 جنيه او 160 جنيه. انا مطلعه البلح بره الحسبه يا بنات، وهنبقى نحسبه مع بعض في اخر الفيديو تاني. بصوا يا بنات، انا جبت هنا النص كيلو بلح دوت. احنا عارفين ان احنا كل سنه وانتم طيبين، شهر رجب دوت احنا بنصوم فيه كتير. عندك الاثنين والخميس بقى رجب وشعبان، عندك ال3 ايام القمريه، فبنبقى محتاجين تمر ان احنا نفطر عليه. فانا جبت نص كيلو من البلح دوت. البلح ده هتسايب الكيلو فيه ب70 جنيه، انا جبت نص كيلو ب35 جنيه.
قلت اخليها كده عندي في المطبخ نفطر عليه ايام الصيام. وكمان لو بنت من انا عندي في بنت من بناتي بتحبه جدا، فبتبقى رايحه جايه تاخد منه ايه، واحده ثلاثه. احنا عارفين ان احنا بناخد منه بالوتر بالفردي يعني، سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا يا بنات، انا هنا جبت معايا عيش الكريب. الكيس دوت حوالي فيه حوالي 10 كده او 11 12 رغيف من العيش الكريب. انا بعمله بطريقه حلوه جدا، هنبقى نعمله مع بعض ان شاء الله. انا هنا جبت الاثنين، الواحد ب 15 جنيه، يعني الاثنين عندي ب 30 جنيه. قلت هخليهم عندي في الفريزر، هعمل واحد خلال الاسبوع وواحد تاني هشيله لرمضان، يبقى كده 15 جنيه شلتهم لرمضان من غير ارهاق مادي عليا. طيب نيجي بقى للطماطم. انا عندي هنا الطماطم يا بنات، الطماطم اللي شدت حيلها خالص يا بنات علينا. الطماطم دلوقتي بقت ب 12 ونص وب 15، يعني الاتنين ب 25 وفي الاتنين ب 30. انا جبت 2 كيلو ب 25، بس حاولت ان انا انقيها تكون جامده شويه بحيث ان هي تستحمل معايا وتمشي معايا في التلاجة الاسبوع. انا جبت هنا 2 كيلو من الطماطم كانوا عاملين 25 جنيه. نيجي بعد كده للبطاطس. البطاطس ديت يا بنات، انا قبل كده قلت لكم يا بنات على فكره، قلت لكم لو تقدروا تفرزوا من الطماطم فرزوا على قد ما تقدروا. هنيجي بعد كده للبصل ده. بصوا يا بنات، الاول ناخد البصل. البصل انا عايزاك ما تيجي تنقي البصلايه تتكي عليها لازم تكون بصلايه معاكي جامده، ما تكونش اللي هي الكبيره قوي ديت، هاتيها الوسط. بحيث ان انت ما تكونش قلبها من جوه مفضي او مش نظيف او مش حلو. زي ان انت ما تيجي تنقي البصلايه، دوري فيها لازم تكون جامده من تحت، من عند العنق بتاعها من تحت، وراسها من فوق نظيفه، ما تكونش فيها قطع ولا شرخ ولا حاجه من ديت. البصلايه تكون معاكي جامده في ايدك، ما تكونش طريه عشان ما تكونش بايظه من جوه. ده بالنسبه للبصل. انا جبت هنا معايا كميه 3 كيلو، الكيلو كان ب 10 جنيه. انا كنت كل اسبوع بجيب 2 كيلو، بس انا قلت هجيب 3 كيلو بصل بحيث ان انا اشيل معايا جزء معايا لرمضان. بصي بقى، انت بتفرزه، هنفرزه دلوقتي مع بعض ان شاء الله في الفيديو. بينفعك بقى معاكي في الطبيخ، بينفعك معاكي في تسبيكات، بينفعك معاكي في تعصيجة لحمة. ما بتشيليش همه خالص، بوفر عليكي وقت وبوفر عليكي مجهود، بوفر عليكي ميزانية، وبوفر عليكي كل حاجة. البطاطس يا بنات، البطاطس الحمراء ديت بطاطس آلية بس، يعني ما بتتعملش صينية، ما بتتعملش طبيخ، انا جايباها للآلية فقط لا غير. بس بصراحة هي حلوة جدا، شيبسي شيبسي بصراحة، يعني ما بتشكيش فيها ابدا ان هي ما تطلعش مقرمشة. الاتنين كيلو فيها كانوا عاملين 25 جنيه. نيجي للفلفل يا بنات، الفلفل لسه برضو ماسك نفسه على العشرين، ما بنزلش عن العشرين لحد دلوقتي. انا بجيب نص كيلو ب10 جنيه كل اسبوع. بصوا بس بجيب معاه ايه، قرن كده من اللي هو الفلفل الحراق، احمر على اخضر، الى جانب الفلفل الاخضر اللي هو الرومي البارد بتاعنا. بعمل ايه تاني يا بنات، جبت ايه تاني. كده احنا قلنا الفلفل خلاص، نشوف بقى انا جبت كمان الجزر. بصوا يا بنات، الجزر اليومين دول حلو جدا. البياع بتاع الجزر قال لي حاجه غريبه، قال لي ان الجزر دوت يعني كاسبوعين كده وهيشون ويبدا يطلع الجزر بتاع التلاجات. فانا بصراحه جبت 2 كيلو من الجزر، قلت هستخدمه للبسله وهفرز منه واخزن منه برضو شويه احطهم عندي في الفريزر. انا جبت كيلو بسله يا بنات. البسله معايا هنا ب 20 جنيه. انا جبت كيلو بسله هفرزه مش للاسبوع، يعني انا كده عندي كيلو البسله ب 20 جنيه، وهاخد مثلا قولي كيلو جزر، هو مش هاخد طبعا كيلو، هيبقى اقل من كيلو. او هاخد مثلا كيلو او كيلو ونص للتفريز، يعني مثلا ب 15 جنيه للتفريز، يبقى 15 و20 ادي 35 جنيه، وال 15 الاولانيين يبقى دول كده 15 جنيه، قصدي 50 جنيه، معلش عفوا. 50 جنيه انا جبت بيهم حاجات هعينها لرمضان. بصوا يا بنات، البسله حتى لو هي البسلة مثلا صحيحة وحلوة وناصحة، يوم ما هتصفي معاكي الكيلو بعد ما بتفرفطيها هتصفي معاكي 600 700 جرام، يعني الكيلو مش بيصفي كيلو بسلة صافي حب. فانا بزود عليها بالجزر وهنشيلها مع بعض ان شاء الله. جبت الخيار، الخيار بدأ ينزل معانا شويه، بدأ يكون دلوقتي انا جبته ب 15، ان السوق اللي فات ما كنتش جبته لانه كان ب 20 وب 25 في السوق. فدلوقتي بدأ ينزل سعره، ينزل شوية. فجبت كيلو معايا ب 15 ينفع للسلطة مع الفطار مع العشاء. جبت هنا تاني كرات عشان ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده هعمل طعمية، بس مش هعملها معاكم علشان خاطر انا عملتها معاكم قبل كده، يعني مش هيبقى في تكرار للفيديوهات. جبت معايا ربطتين من الكرات،
وجبت معايا الربطتين والخضره اللي انا جبتها دول كده ب10 جنيه. انا جبت خضره شبت وبقدونس وكزبره خضراء، والكرات جبت ب10 جنيه خضره. قلت برضو ايه، هنضفهم كده واقطعهم واشيلهم عندي في الفريزر في الاكياس، بتنفع في اي وقت. واحنا عارفين ان الخضره بتبقى حلوة. بصوا يا بنات بنحسب بقى كده: 10 جنيه من الخضرة، و20 بسلة ادي 30، و20 جزر 50، و10 فلفل 60، 60 و15 خيار 75، و25 بطاطس ادي 100، والطماطم ب25 ادي 125، والبصل ب30 يبقى دي 155. كده كل الخضار اللي معايا ب155 جنيه. انا طلعت البلح بره حسبة الخضار، يعني البلح اللي انا جايباه مطلعه بره الحسبة، يعني الخضار اللي انا معايا ده كله ب155 جنيه. تملي بيتك خير، وكمان هتفرزي منهم وتشيلي كمان في بيتك خير في الفريزر. طيب انا كمان يا بنات جبت ايه معايا؟ جبت يا بنات كيلو من جبنه ميكس جبنه الحمد. الكيلو دوت عامل معايا 135، بيكفيني الشهر كله. احط منه بقى على بيتزا، اعمل منه بيتزا زي ما هنعمل النهارده ان شاء الله مع بعض. احط منه على وش البشاميل، احط منه على مكرونه وايت صوص. يعني بصوا بيمشي معايا في كذا حاجه، وبيخلي الاكل كده ايه ذو قيمه يعني بصراحه. وهو الثمن بتاعه سعره 135 جنيه دوت. برضو ايه جبت قلت اخليه معايا عندي في الفريزر، هينفعني في كذا حاجه. عندي بصراحه بنت بيحبه، والمطه بتاعتها كويسه، مش وحشه يعني، وطعم الجبنه حلو. ممكن ساعات بتلاقي جبنة بتعمل مطة كبيرة بس الطعم بتاعها مش لطيف يعني. ده بالنسبة للخضار اللي كان معايا النهاردة. نبدأ بقى كده ننظم الحاجة بتاعتنا. أنا أول حاجة عملتها إن أنا فضيت كده البلح، حطيته كده مكانه. أنا بحط كده بيانات في المنظم ده كده على الرخامة، بحيث ان هو يبقى ايه في متناول البنات عندي. لو بنت عايزه تمره ولا حاجه يبقى ايه في المتناول بتاعها. زائد وقت الفطار بنطلع المنظم دوت، لو احنا لما نكون صايمين يعني اللي بياخد منه بياخد منه على طول. ده بالنسبه للتمر. بصوا يا بنات انا عايزه اتكلم معاكم النهارده في كذا حاجه. ناخد بقى كده ايه تكات من جنيه ونص زي ما بنقول. بصي يا روح قلبي، لما تيجي تشتري الحاجه الاول لازم هعرف انا هستخدمها في ايه. يعني مثلا انت شاريه الحاجه بتاعتك او شاريه الخضار بتاعك، انت بتكوني اصلا زي ما احنا قلنا قبل كده بتكوني مفنطه ومظبطه امورك، ان انا الخضار اللي انا هجيبه دوت هستخدمه في كذا وكذا وكذا. انا هعمل واحد وصفه اتنين تلاته اربعه بالخضار اللي انا هجيبه، فعشان كده هجيب الخضار ده. ما تقوليش طب انا هجيبه بقى اشوف هعمل بيه ايه. لو قلتي انا هجيبه وهشوف هعمل بيه ايه، مش هتعملي حاجه، وهيدنه مركون في التلاجة عندك بالاسبوع ال10 ايام من غير ما تستغليه او من غير ما تستخدميه. طيب حاجة تانية، الحاجات اللي موجودة عندك في التلاجة انت المفروض بتعملي جرد او فرز زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب انا لو هي كويسة وحالتها حلوة وانا عارفة ان انا هستخدمها الاسبوع دوت كمان، تمام وماشية معايا خلاص، ومش هجيب خلاص هستخدمها. طيب انا مثلا جبت حاجة وديت انا مش عارفة، بدل ما تقولي مش عارفة هستخدمها ولا لا، خلاص يبقى انت لو فيها شك خدي الحاجة ديت ادام لسه حلوة ونظيفة وكويسة، وفرزيها قطعيها. لو هي حاجة مثلا تتقطع وتتفرز، قطعيها وتدخليها الفريزر. لو حاجه ما تتفرشش وممكن مثلا تطلعيها لحد محتاجها، تعمليها زي نظام تجهزيها يعني زي نظام اطعام كده، وتطلعيها. لو طبق واحد حتى طلعتيه هيبقى برضو ايه حلو في ميزان حسناتك، واستفدتي وغيرك استفاد بيها بمعنى اصح. بصوا يا بنات كده النص كيلو عندي انا مال عندي منظم، فاضل الكام بلحيه دول ايه عندي البنات يعني بألف هنا وشفا هياكلوهم. نيجي بقى للجزر يا بنات، احنا جايبين مع بعض 2 كيلو من الجزر. الجزر دوت انا قلت انا هشيل منه للبسله، هاخد منه جزء للبسله، وجزء تاني انا هفرزه يا بنات. احنا ساعات بتبقى عايزه تعملي مثلا رز بالخلطه مثلا بالجزر وبالرز اصفر بالجزر وبالبسله، بتبقي محتاجة مكعبات جزر صغيرة، وساعات بتبقى مش بتبقى عندك. او لو انت مثلا عايزة تستخدميها في شوربة خضار، لو عايزة تحطيها بصي بيبقى ليه كذا استخدام، اللي هو الجزر المكعبات الصغير ده. فانا قلت ايه، انا قلت هشيل علبتين كده من الجزر اللي هو المكعبات، وهشيل علبتين صغيرين برضو من الجزر اللي هو انا بحطه على عصير البرتقال. عارفين يا بنات اللي هو العصير البرتقال اللي هو البرتقال البلدي، انا بحبه جدا جدا بالجزر. بيبقى غني وبيبقى مغذي جدا جدا، لان احنا عارفين اصلا ان الجزر صحي، زائد فيتامين سي اللي موجود في البرتقال. فبصراحة الاتنين ميكس مع بعض حتى بيبقى قوام ولون العصير
بيبقى تحس ان هو قيم كده، يعني تقيل كده وحلو. فانا قلت انا هشيل منه جزء، هخليه مكعبات صغيره. قلت هستخدمه على الرز، خلطه الرز لما اجي اعمل الرز ان شاء الله باذن الله نبقى نعمله مع بعض. والتاني انا بعملها حلقات وبديله نص سلقه، وهنشوفها برضو بنعملها مع بعض ازاي. بديله كده ايه، نص سلقه او تلات ارباع سلقه، وبشيله مش بحط ميه كتير يا بنات، واصفيه عشان الجزر ما ينزلش القيمه الغذائيه بتاعته في الميه وارميها. فانا بعد ما بقطع الجزر بغسله كويس، وبعد كده بضيف عليه ميه يدوب بس تغطي الجزر. هنشوفها مع بعض واحنا بنعملها مع بعض في الفيديو ان شاء الله باذن الله. نيجي بقى يا بنات لخزين رمضان. خزين رمضان مش لازم عشان تخزيني رمضان ترهقي نفسك ماديا ولا ترهقي نفسك جسديا، وتدنك واقفه باليوم والاتنين والتلاته وانتي واقفه في المطبخ عشان تشيلي حاجات لرمضان نهائي. وبعدين يا جماعه شهر رمضان هو شهر الخير وشهر البركه. سبحان الله، انتي بتلاقي كده الخير فيه وبتلاقي البركه في الاكل اللي انتي بتعمليه، حتى لو قليل بتلاقي ربنا مبارك لك في الحاجه، وهتلاقيها فاضله منك وفايضه كمان منك. فشهر رمضان انت عايزه تفرزي وعايزه تخزني، انا مش هعمل زي بقيه اليوتيوبر اللي على اليوتيوب واجيب بقى كميات وهعمل. لا، انا ست بيت زي اي ست بيت منكم. هجيب الحاجة اللي تناسبني، وهجيب الحاجة إلا خاصة إن أنا كمان موظفة مش هقدر هرجع من الشغل وداني واقفة طول النهار في المطبخ. أنا بيبقى عندي بنات وداخلين على امتحانات، الكلام ده ممكن نعمل جزء منه في أجازة نص السنة، ولو إن احنا عايزين برضو نستغل أجازة نص السنة في حاجات تانية هنبقى نتكلم مع بعض فيها. فالمقصد والمعنى ان انا ان شاء الله باذن الله هنفرز مع بعض الحاجات، بس بالهداوه وواحده واحده وبراحتنا وعلى مهلنا، ومن غير ما نضغط نفسنا ماديا ولا جسديا. بصوا يا بنات، ان انا قطعت زي ما قلت لكم، قطعت الجزر معايا، شلت كده جزء منه. فضلت يعني حبه، قلت هخليهم في التلاجة للسلطة، أبشر على السلطة، أو للبنات مثلا لو عايزين يقشروا كده وياكلوا الجزر كده. عندي بناتي بيحبوه إن هم يرقدوا فيه كده. فده كده شلت جزء كده منه في التلاجة، مثلا قيمة نص كيلو. والكيلو ونص تانيين أنا قطعت زي ما انتم شايفين حلقات. ودوت الحلقات ديت إن أنا هخليها للعصير. نبقى نفرزها للعصير بتاع البرتقال ان شاء الله. والمكعبات هاخد منه جزء للبسله، وجزء تاني هاخده على في علب كده احطه في الفريزر عشان خاطر قلت زي ما قلت لكم الرز اللي هو بالخلطه دوت. تمام. طيب بصوا يا بنات، زي ما قلت لكم احنا هنفرز ان شاء الله باذن الله. يعني زي النهارده، انا النهارده وانا واقفه كيلو البسله انا فرطته، هو انا شلته في الفريزر لرمضان ان شاء الله باذن الله. يبقى ده كيلو وبالراحه، وما ما خدش مني وقت وما خدش مني مجهود، وانتي واقفه كده في السريع بتخلصيه. وما كلفكيش كتير، يعني انا ما نزلتش مثلا ب 300 400 جنيه جبت حاجات لرمضان عشان افرزها. زائد ان التفريز بتاع التخازين يعني بتاع البيت احنا بنعمل مع بعض. اللي ما شافش معانا التحدي ل 10 جنيه خزين رمضان، روحي شوفي الفيديوهات. احنا ان شاء الله باذن الله ناويه يكون عندي كميه كويسه جدا من الخزين. يعني الفكره ديت انا جايالي بحيث ان انا لما يدخل على شهر رمضان وعايزه اجيب الطلبات الشهريه اساسا، اللي هو الطبيعي بتاعي. انت هتجيب مثلا الطلبات الشهريه بتاعتك، يكون اصلا عندي كمان كميه كويسه من الخزين. يعني في حاجات انا كمان هستغنى عنها، مش هجيبها لان انا خلاص انا كده يعني اوريدي فعلا جبتها. مش هرهق نفسي بقى ويلا نشيل ويلا نحط ويلا نعمل. انا عارفه ان رمضان فيه عزايم كتير وفي حاجات كتير بتتعمل، بس برضو كل حاجه واحده واحده، كل حاجه بالعقل وبالهداوه. بص يا بنات، انا هنا كده معايا العلبتين دولي، قلت العلبتين دولي هخليهم للرز. والحلقات ديت انا هسلقها في ميه قليله يا بنات، مش هكتر ميه، لان أنا لما اجي افرزها بالميه بتاعتها. انا بستخدم الميه بتاعتها. بعد كده انا غسلتها بعد ما اتقطعت، غسلتها كويس وحطيتها في الحله. بصوا يا دوب بس الميه كده، شويه الميه مغطيينها. هسلقه تلات ارباع سلقه لانه هيكمل بقيه السلق بتاعه في الفريزر. وهشيله برضو في علب كده، انا حطيته بقى كده على النار هو مع نفسه، ولما يهدى خالص هحطه في العلب كده او في اكياس وتحطيه في الفريزر عندك. وقت ما تحبي تعملي عصير، بتعملي تعصري البرتقال وتطلعي الجزر مع البرتقال، تضربيهم في الخلاط مع شويه السكر، بيبقى في منتهى الجمال. طيب معايا البصل، ان احنا كنا جايبين 3 كيلو من البصل انا هاخد منه كميه كويسه كده، مثلا قيمه كيلو ونص ولا 2 كيلو. انا هفرزهم واشيلهم في الفريزر لرمضان ان شاء الله باذن الله. الباقي انا هحطه عندي في التربو علشان خاطر الاستخدام اليومي. دولي انا هسهل على نفسي بيهم وقفة المطبخ في رمضان. احنا عايزين نستغل الوقت، زي ما بنقول استغلال امثل. يعني انت عندك الوقت، عايزه تقراي قران على فكره. حتى
وقفتِك في المطبخ دوّة أنتِ احتسبيها عبادة عند الله سبحانه وتعالى، لمّا تخدمي بأهل بيتِك دوّة أنتِ بتاخدي عليه أجر وبتاخدي عليه ثواب واحتسبيه أجر عند الله سبحانه وتعالى. زائد إن إحنا برضه بس عايزين برضه نفضّي وقت كده للأذكار، لقراءة القرآن، للأوردة اللي أنتِ هتعمليها لنفسِك، يبقى كده تحسّي تستشعري كده بالطاعات في رمضان أكتر من الأيام العادية. فأنا قُلت هاسهّل على نفسي وقفة المطبخ أفرّز كده شوية بصل، هيطلع البصل المفرّز على فكرة يا بنات، أنا فرّزته كذا مرّة فرّزته كتير جدًا قبل كده، وبجد، بجد في منتهى الجمال، ولا باغيّر ريحة، بس أهم حاجة وأنتِ بتفرّزيه إن هو ما ينزّلش مَيّة منِّك، مش تضربيه لحد لمّا يبقى ناعم أوي معاكِ ومنزّل المَيّة بتاعته، أنا مش عايزة البصلاية اللي عندي أو البصل اللي عندي يكون منزّل مَيّة، أولًا عشان مش يعمل عندِك ريحة في الفريزر، ثانيًا عشان مش يبوظ منِّك ويبقى ريحته مش لطيفة، فهيبقى الطعم بتاعه مش لطيف. فأنا عندي هاقشّر البصل كلّه وبعد كده هاغسله، هاجيب بقى الكبة بتاعتي، بُصّوا يا بنات أنا كنت الأول في حتّة عدِّت عايزة أقول لكم عليها، عارفين يا بنات اللي هو السويد الأسمر اللي بيبقى في البصل ده يا بنات مادة سامة، دي أنا واخداها من الدكتور، مادة سامة ما ينفعش أبدًا الطبقة ديّة أدام جه عليها لازم تتشال، ما ينفعش تغسلي البصلاية أو تقولي أو لو إيديكِ مثلًا اتبهدلت منه لازم تغسلي إيديكِ قبل ما تكمّلي استخدامِك للبصل. المادة باقول لِك بتدنّها ماسكة في النسيج أو في البصلاية نفسها، ما بتطلعش بالغسيل، هي باقول لِك مادة من ده العفن الأسود اللي بيقولوا عليه، تمام يا بنات؟ فأنا عشان كده باغسل كل ما إيديّا تتبهدل باروح غاسلاها وراجعة مكمّلة. بُصّوا الفرم اللي أنا فرمته اللي هو الفرم اللي هو الوسط، لا هي ناعمة ولا هي خشنة، ما نزّلتش المَيّة معايا، لو أنتِ الكبة بتاعتِك كبيرة أنا عندي الكبة كبيرة وتشيل كتير، بس أنا ما باكتّرش فيها باحط 2، 2 علشان لو حطيت كتير يا بنات هاضطر إن أنا أضرب كتير فالبصل اللي تحت هينعم معايا، فأنا مش عايزة أكتّر فيها عشان أنا مش عايزاه ناعم أوي، أنا عايزاها وسط مجروشة أو خشنة شوية يعني، فهاكمّل الكمية كلّها وفي أكياس وبعد كده باحط الأكياس ديّة في علبة وباحطها في الفريزر بتدنّها معايا بالشهور. تطلّعي منها تعملي عصاج ماشي، تطلّعي منها تعملي تسبيكة ماشي، تطلّعي تطبخي منها ماشي، بُصّي ماشية معاكِ في كل حاجة، تطلّعي منها على حتّة لحمة مفرومة هتعمليها كفتة ماشي، ماشية معاكِ في كل حاجة بصراحة. دي كده أنا خلّصت الكمية معايا، فهتبدئي بقى كده تنضّفي المكان كده حواليكِ وأنتِ أول بأول عشان يبقى المكان كده حواليكِ نضيف. هابدأ أجيب الأكياس أحُط أقسّمه كده في الأكياس وتحطيه في الفريزر عندِك بينفعِك ويوفّر عليكِ بقى وقت ومجهود هتطلّعي منه وتستخدمي على طول، لا هتبهدلي إيديكِ بقى ولا لسه تقشّري بصل ولا لسه تبهدلي الدنيا بالقشر البصل بتاعه لأ، أنتِ بتطلّعي على الحلة على طول بتستخدمي بيبقى في منتهى الجمال وسريع معاكِ. ده بالنسبة للبصل، يبقى أنا كده شِلت برضه كمية من البصل، أنا جِبت البصل ب30 جنيه قولي مثلًا يا ستي شِلت 2 كيلو منه، ال2 كيلو كانوا عاملين 20 جنيه، أدي 20 جنيه بتفريزات بصل يكفّوكِ معاكِ شهر رمضان. تمام، يبقى دي كده شِلنا ب10 جنيه ب20 جنيه بسلة، كيلو بسلة و20 جنيه أدي بصل، آدي 40 جنيه، زائد اللهم صل على سيدنا محمد 10 جنيه أنا جِبت الخضرة ديّة، أنا برضه هاشيلها برضه في الفريزر، آدي كده 50 جنيه، زائد الجزر اللي إحنا عملناه، بُصّي يعني وكلّه من بيتِك، يعني أنا أخدت الحاجة اللي أنا جاي يعني مثلًا الكيلو بدل ما جِبت كيلو جِبت 2 بدل ما أجيب مثلًا نُص كيلو جِبت كيلو. فالحاجة اللي أنتِ بتجيبي منها آخُد منها جزء كده، آخُد منها جزئية أستقطبها أحطها أفرّزها وأحطها في الفريزر، هتلاقي عندِك بيتِك مليان خير للاستخدام اللي أنتِ بتستخدميه اللي هو اليومي أو الأسبوعي، زائد إن أنتِ كمان الفريزر عندِك مليان، يا ستي لو احتجتِ اللي أنتِ فرّزتيه دوّة خلال الأسبوع وخلاص مزنوقة ومحتاجاه طلّعيه، هو مش عشان خاطر إحنا قُلنا نفرّزه لرمضان يبقى هو ده خلاص يعني ده حد السيف علينا ما ينفعش إن إحنا نستخدمه، لأ يا حبيبة قلبي، حاجتِك تحت إيدِك في بيتِك أحسن ما تكوني مش موجودة أصلًا، الحاجة كانت والدتي رحمة الله عليها تقول لِك الحاجة في البيت أحسن من الجنيه. يعني إيه؟ يعني الحاجة في البيت بتبقى فيها خير وبركة، حاجتِك تحت إيدِك هتقول لِك نعم في أي وقت، أحسن لمّا يكون الجنيه موجود معايا بس أنا مش قادرة أطلع أجيب بيه الحاجة، يبقى الجنيه مش هيفيدني في حاجة في الوقت اللي أنا محتاجة فيه الحاجة المعيّنة دي، تمام؟ طب بُصّوا ده بقى بالنسبة للجزر اللي أنا سلقته، بُصّوا أنا باحطه بالمَيّة بتاعته يا بنات، المَيّة بتاعته ديّة طبعًا فيها القيمة الغذائية اللي كانت في الجزر كلّه، اوعي ترميها. وبعدين المَيّة نضيفة أساسًا، أنتِ غاسلة الجزر كويس قبل ما تحطّي المَيّة عليه وتسلقيه، ليه ترمي المَيّة؟
انا هنا فاضل حبه صغيرين. على فكره العلب ديت مغلقه، لا يعني محكمه الغلق، ما تخافيش ان هي تسرب ميه، ما بتسربش ميه. انا مجرباها قبل كده وما نزلتش، طول ما انت بس كمان حطاها لحد ما تجمد على الاقل، حطاها كمان كويس كده ومعدوله في الفريزر، عمرها ما يحصل لها حاجه او تسرب منك ميه. بصوا يا بنات، شويه الفلفل دول انا كانوا موجودين معايا في التلاجة من الاسابيع اللي فاتت. تمام، الاسبوع اللي فاتت كان فاضل كام قرن كده على الاسبوع اللي قبله، وفاضل برضو كام حبايه فلفل، فانا جمعتهم كلهم في كيس. انا جايه بس الاسبوع ده نص كيلو معاكم، قلت خلاص النص كيلو دولي. انا رحت اسال على الفلفل الرومي، لقيت الكيلو فيه ب 45 جنيه. الفلفل اللي هو الالوان ب 45 جنيه. قلت لا انا مش هجيب، انا عندي فلفل اللي هو الاخضر، والفلفل اللي هو الحراق دوت بيبقى لونه مصفر شويه، اللي هو اللي في ايديا دوت كمان بيبقى مشطشط، فانا بحب ان انا اقطعه كده على طبق او على قطاعه، بحيث ان انا ايديا ما تلطش الحراره بتاعته، انا بمسك الفلفلايه من بره. تمام. وعندي فلفل احمر، انا ايه اللي هيخليني اروح اجيب الكيلو ب 45؟ طب انا عندي فلفل في البيت، انا قطعته كده. والفلفل دوت يا بنات عندي قلت لكم الاسبوع اللي فات، فبدل ما يودى انه موجود معايا ويدبل معايا اكتر في التلاجة، فانا قلت لا انا هقطعه كده على بعضه، الحراق مع الرومي مع الفلفل الاحمر، واستغله هحطه برضو في علب في الفريزر، واستغله لما اجي اعمل شاورما. بدل ما اجيب فلفل من عندي طازه، لا هروح مطلعاه هو ومستخدماها، يبقى هي ضاعف معايا كميه الشاورما، زائد ان الطعم هيكون حلو ومقبول. الفلفل اللي هو السبايسي ده بيدي برضو ايه نكهه كده حلوه للاكل. الكام حبايه فلفل دول عملوا لي علبتين من اللي انتوا شايفون، يعني العلبه هتكفيني مره افضيها مره على الشاورما، يعني طبق الشاورما اللي انا هعمله، يبقى كميه حلوه معايا. وفي نفس الوقت انا استغليت الفلفل اللي كان موجود معايا اصلا، ما سبتوش يبوظ عندي في التلاجة. في التلاجة ادي الفلفل اللي موجود معايا. بصوا يا بنات بقى، البسله اللي احنا كنا عملناها وخلاص جهزناها مع بعض، انا بخزنها ازاي؟ انا برفع البسله في مصفى على ميه بتغلي على البخار بعملها. بصوا حتى لونها بعد ما تاخد البخار، لونها بيبقى اخضر زاهي كده وحلو. بصوا البخار لسه طالع منها، هي لسه سخنه. انا هسيبها لما تهدى خالص وتبقى بارده، انا مش هحطها في ميه بارده ولا حاجه، انا هسيبها خالص لما هي تهدى مع نفسها، لان هي اساسا معموله على البخار، يعني انا ما حطيتش عليها ميه سخنه اساسا. تمام. فانا مش عايزه احط عليها ميه تاني عشان ما تاخدش برضو قيمه، هي لسه سخنه ما تاخدش برضو قيمه غذائيه منها وتنزل. وهفرزها في الفريزر. تحطيها بقى في علبة عندك في الفريزر، انا حاططها هنا في كيس. بس اهم حاجة لما تفرزي حاجة في اكياس تطلعي منها الهواء يا بنات، عشان الهواء دوت بيخلي الحاجة الصلاحية بتاعتها تفسد بسرعة. هنا كده انا بقى كده خلاص عندي دي كده الحاجات اللي انا فرزتها خلال اليوم النهاردة. انا هشيلها في الفريزر عندي لشهر رمضان ان شاء الله باذن الله. حاجات سهله وحاجات بسيطه وحاجات سريعه، مش حاجات كتير على فكره يا بنات. يعني الحاجات دي كلها لو انت عملتيها وانت واقفه مش هتاخد منك ساعه زمن، هتاخد يعني اقل من ساعه زمن كمان تكوني مخلصه الحاجات دي كلها. طب غدا النهارده عملتوا ايه؟ انا بما ان النهارده كنت جايبه الجبنه اللي هي الميكس ديت، فقلت احنا هعمل كده غدا سهل وسريع وبدون لحوم خالص. انا عملت بيتزا مارجريتا بالاجبان والخضار فقط لا غير، وحمرت جنبهم شويه بطاطس، عملتهم شيبسي وحمرتهم. وده كان غدا النهارده سهل وسريع وخفيف ومش مكلف، يعني يعتبر غدا اقتصادي. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وخدتوا منه افكار كده تكون حلوه وتستفادي بيها في مطبخك. لو في فكره عجبتك في فيديو النهارده اكتبي لي تحت في الكومنتات وقولي لي انهي فكره عجبتك النهارده. حبايبي الغاليين متابعين جنيه ونص، مش تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. ولحد هنا خلص الفيديو بتاعنا، واشوفكم فيديو تاني ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.